سيداتي سادتي، سلام الله عليكم. العلاقات المغربية الإسبانية تعيش اليوم حدثا مشهودا يشكل منعطفا تاريخيا في مسار الروابط القائمة بين المملكتين، من خلال الزيارة الرسمية التي بدأها اليوم صاحب الجلالة الملك دون فيليب السادس والملكة دونا ليتيسيا للمغرب، بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. يخصص لضيف المغرب استقبال كبير يليق بمتانة وقوة الروابط بين بلدين لا تجمعهما الاعتبارات الجغرافية فحسب، بل يربطهما غنى التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة. كما يترجم هذا الاستقبال عمق الصداقة بين شعبين جارين تحدوهما رغبة ملحة في تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة. هي أول زيارة يقوم بها العاهل الإسباني لبلد ينتمي للقارة الإفريقية وللأمة العربية بعد إعلانه ملكا لإسبانيا. للمزيد من الترحيب والحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الوفادة، يوجد في استقبال صاحبي الجلالة الملك دون فيليب السادس والملكة دونا ليتيسيا فرقة من الخيالة تابعة للحرس الملكي تؤدي التحية لضيفي المغرب الكبيرين. خيالة الحرس الملكي تخفر الموكب الملكي من باب السفراء إلى ساحة مشور القصر الملكي بالرباط، وتقليد أصيل في مثل هذه المناسبات التي يستقبل فيها جلالة الملك كبار القادة والزعماء. تضم هذه التشكيلة 110 من عناصر الخيالة يتقدمها ضابط سام متبوعا ب3 عناصر من حامل أعلام مختلف الوحدات، وتلف هذا السير الحثيث الرصين معاني الوقار والثبات والقوة والمنعة. وبين ثنايا فرقة الخيالة أفراد من الجوقة الموسيقية التي تعزف ألحان التكريم والترحيب بضيف جلالة الملك عاهل المملكة الإسبانية فيليب السادس والملكة ليتيسيا. بهذه الزيارة للمغرب يتبع العاهل الإسباني الملك دون فيليب السادس تقليدا دأب عليه رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الإسبان باختيارهم المغرب كأول وجهة خارج الاتحاد الأوروبي. زيارة ملك إسبانيا للمغرب وفق هذا التقليد تعكس التزامه بالسير على نهج والده الملك خوان كارلوس الأول، وعزمه على مواصلة العمل في هذا الاتجاه من أجل استمرارية تطوير هذا النموذج المتجدد من حسن الجوار. وهي تخفر الموكب الملكي باتجاه ساحة المشور، تنساب حركة الخيول في شكل بديع متناسق يضفي على هذا الاستقبال نكهة خاصة موسومة بتقاليد عريقة ومتأصلة تميز المملكة المغربية الشريفة بلد العراقة، بلد الأصالة، وبلد الانفتاح والحداثة. العلاقات الأخوية الممتازة بين العائلتين الملكيتين تشكل حافزا لإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي بشكل مستمر ودائم. حرص جلالة الملك محمد السادس والملك خوان كارلوس الأول على تطوير علاقات ثنائية تتميز بالدينامية والتواصل الدائم، وعلى هذا النهج يؤكد الملك فيليب السادس نفس الاهتمام إزاء المغرب، وقد حرص على أن تكون المملكة المغربية ضمن أولى زياراته للخارج وأول زيارة خارج الاتحاد الأوروبي. في برقية التهنئة التي بعث بها إلى ملك إسبانيا بمناسبة اعتلاء العرش،
أشاد جلالة الملك بما يتحلى به العاهل الإسباني الجديد من خصال إنسانية رفيعة وحنكة سياسية وكفاءة عالية جسدها في مختلف المهام والمسؤوليات التي تقلدها خلال ولايته للعهد. وعرب جلالة الملك عن يقين بأنه بفضل هذه الخصال والمؤهلات سيواصل بكل اقتدار وحزم مسيرة المملكة الإسبانية نحو المزيد من التقدم. الزميل محمد الدودي بساحة مشوار القصر الملكي بالرباط. شكرا الزميل يونس مزا. بالفعل استقبال مميز لضيف مميز بكل ما يحمله من دلالات ورموز وتقاليد عريقة تجسد حضارة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ. استقبال من هذا الحجم يخصص لضيوف المملكة الكبار، وهو يعكس الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك دون فيليب السادس والملكة دونيا ليتيثيا بالنسبة للبلدين والشعبين الصديقين، وتعبر بكل تأكيد عن علاقات الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل التي جمعت على الدوام بين المغرب وإسبانيا وبين العائلتين الملكيتين. يصل الموكب الملكي إلى ساحة المشوار بالقصر الملكي بالرباط، حيث تجري مراسيم الاستقبال الرسمي المخصصة لضيف المغرب الكبير صاحب الجلالة الملك دون فيليبي السادس والملكة دونيا ليتيثيا. وتطلق المدفعية 21 طلقة هنا بساحة المشوار تحية لمقدم عاهلي إسبانيا. كانت هذه إذن تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين الإسباني والمغربي. وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بمقدم ضيفي المغرب الكبيرين صاحب الجلالة الملك دون فيليبي السادس والملكة دونيا ليتيثيا. وبعد تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين الإسباني والمغربي، يستعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وصاحب الجلالة دون فيليبي السادس تشكيلة من الحرس الملكي التي تؤدي التحية الرسمية لجلالتهما.
زيارة تاريخية بكل المقاييس في مسار العلاقات بين المملكتين الجارتين المغربية والإسبانية، ويتقدم للسلام على صاحبي الجلالة الملك دون فيليبي السادس والملكة دونيا ليتيثيا السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة والرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ورؤساء المجالس الدستورية ومدير الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة والحاجب الملكي والناطق الرسمي باسم القصر الملكي مؤرخ المملكة ومدير البلاط الملكي وبعض أعضاء الديوان الملكي وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط ورؤساء البعثات الدبلوماسية لأوروبا المعتمدة بالرباط والضباط السامون للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للدراسات والمستندات والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني ووالي جهة الرباط سلازمور زعير وممثل الهيئات المنتخبة والسلطات المدنية والعسكرية المحلية. زيارة تاريخية بكل المقاييس في مسار العلاقات بين المملكتين الجارتين، فهي تأتي أياما قليلة فقط من إعلان صاحب الجلالة الملك دون فيليبي السادس ملكا جديدا لإسبانيا في 19 من يونيو الماضي، وهي أول زيارة يقوم بها العاهل الإسباني إلى دولة عربية إفريقية خارج الاتحاد الأوروبي في إطار الزيارات لدول الجوار منذ إعلانه ملكا جديدا لإسبانيا. زيارة رسمية الأولى من نوعها للملك دون فيليبي السادس لبلادنا، تأتي سنة بعد زيارة العمل الرسمية التي قام بها والده جلالة الملك خوان كارلوس الأول للرباط. فالعلاقات الأخوية الممتازة القائمة بين العائلتين الملكيتين تشكل حافزاً وقيمة مضافة لإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي، تعاون تحرص قيادتي البلدين على أن يتميز دوما بالدينامية والتواصل الدائم. فزخم العلاقات المغربية الإسبانية يبقى استثنائيا على جميع المستويات، وبفضل الحرص المشترك على تطوير ودعم العلاقات بين البلدين الجارين غدت إسبانيا وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية للمغرب مع باقي دول العالم أول شريك تجاري للمملكة، فيما أضحى المغرب ثاني أكبر زبون لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وبلغت قيمة صادرات إسبانيا للمغرب سنة 2013 ما مجموعه 5.5 مليار أورو، أي بزيادة قدرها 4% مقارنة مع سنة 2012، ليبقى المغرب الوجهة الأولى إفريقيا وعربيا للصادرات الإسبانية بفضل أزيد من 20,000 مقاولة تصدر منتجاتها إلى المملكة، مما يعكس مستوى الثقة والشفافية والاستقرار الذي تتوفر عليه بلادنا بفضل السياسة الرشيدة والسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مناخ ملائم للأعمال تمكن المغرب بفضله من جذب 52% من الاستثمارات الإسبانية في إفريقيا، كما أنه بفضل موقعه الجغرافي المتميز وتحديث بنياته التحتية واللوجستيكية والاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي ينعم به،
أضحى المغرب فضاء واسعا لجذب المقاولات الإيبيرية الراغبة في ولوج السوق الإفريقية الواعدة. والمغرب وبفضل التعاون المشترك في عديد من المجالات السياسية الاقتصادية والأمنية وفي مجال الحد من الهجرة السرية راكم تجارب هامة في الميدان، وقدم من خلال بناء معمل للأسمدة لفائدة إفريقيا نموذجا رائدا لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة ومساعدة الساكنة على الاستقرار أكثر. أعضاء الوفد الرسمي يتقدمون للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يضم على الخصوص دون خوسي مانويل كارثيا ماركايو مارفيل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، دون خيمي ألفونسو رئيس البلاط الملكي، دون خوسي دي كاريخال ساليدو سفير إسبانيا بالمملكة المغربية، ودون ألفونسو سانث بورتوليس المستشار الدبلوماسي بالقصر الملكي، ودون خوسي مانويل توليتا إي أليخاندرو مدير كتابة صاحب الجلالة. زيارة رسمية للعاهل الإسباني الملك دون فيليبي السادس والملكة دونيا ليتيثيا للمملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجسد عمق أواصر الصداقة الخاصة التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والملك دون فيليبي السادس والعائلتين الملكيتين. أعضاء بعثة الشرف يتقدمون للسلام على العاهل الإسباني، والتي تضم على الخصوص السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيدة حكيمة الحيطي الوزير المنتدب لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، والسيد محمد فاضل بن عيش سفير صاحب الجلالة بالمملكة الإسبانية. استقبال رسمي كبير في مستوى حجم العلاقات المتينة التي تجمع المملكتين الجارتين المغرب وإسبانيا، وفي مستوى وحجم علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والدبلوماسي الذي يجمع البلدين. إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء بحول الله.